لو عرفت كلامك هيعمل ايه في اللي قدامك هتاخد بالك من كل كلمة هتقولها. في يوم من الأيام شاب عصبي وكان دايما بيتعصب وبيخرج عن شعوره ويجرح الناس بكلامه وأفعاله بشكل دايم. وكان أبو الشاب ده راجل حكيم جدا وعنده خبرة كبيرة جدا في الحياة. لاحظ الصفة السيئة اللي في ابنه دي فقرر إنه يعلمه درس عشان يتغير على اللي هو فيه. فجاب كيس مليان بالمسامير الصغيرة وقال له بص يا ابني، كل ما تحس إنك اتعصبت وخرجت عن شعورك دق مسمار في الشجرة اللي موجودة في الحديقة بره. وفعلا الشاب ده نفذ اللي ابوه قال له عليه بالظبط، ولكن ما كانش دق المسمار في الشجره موضوع سهل يعني، فهو محتاج جهد كبير. في اليوم الاول الشاب ده دق 37 مسمار في الشجره وتعب جدا في دق المسامير، ولكن يوم بعد يوم كانت عدد المسامير بتقل منها عشان يقاوم نفسه من الغضب، ومنها عشان برضه يقلل تعب دق المسامير، لحد ما وصل في يوم من الايام انه ما دقش ولا مسمار في الشجره. راح لابوه فرحان جدا وقال له انا ما دقيتش ولا مسمار النهارده. ابوه فرح بيه جدا وانبسط وقال له